بالنسبه لامير مرتضى بقاله شهرين اللي بيتشتم ما بيجيش النادي عشان ولادي ما حدش شتمني ليه؟ ده نائب في البرلمان دوره كامله ومحامي ناقض، انت بتشتمه ليه؟ هو شغال عند امك؟ امير ضابط شرطه مقدم شرطه، عيالي عايزين يمشوا بس برضه مش هيمشوا بقله الادب. قله الادب مش هتجيب معانا نتيجه، وده مش جمهور، مفيش جمهور اللي ادب بيشتم. عميد محمد الابواب تتقفل، مش هقول تاني، البيبان تتقفل، سيب لهم دورة المية مفتوحة ستات ورجال. شفت ورقة من اللي انتوا جبتوها شلناها ولا كلها مع خالد لطيف؟ دول المأجورين دول كمين لمين؟ ده كله بيذيع مباشر، ده الكل عمال يذيع مباشر، وكمين مين؟ حتى موضوع الصلاة بتاع علاء مقلب بقى مباشر. نعم خلاص روح اقف جنب ابوك يلا. شكرا. العاب الكاملين دول مأجورين المرتشين، دول اللي بيقبضوا، دول الوسخين. ده مين ايه؟ ده كله مهدئ، مين مش مباشر فيهم؟ كله مباشر. الحمد لله ربنا هداك وصليت، الحمد لله الحمد لله. والله شيء جميل. انا لسه قايله امبارح صليت العصر الحمد لله. حد تاني معاه ورقه يا جماعه؟ حد تاني معاه ورقه؟ طيب قبل الورقه هقول لكم ظروف النادي. بعد ما نحكي ظروف النادي بالمستندات، لو حضرتك او حضرتك شايف ان انا غطيت سؤالك خلاص، شايف ان سؤالك ما زال مستمر، انا معاك. في تعمد انهيار نادي الزمالك وخربه، وفي ناس في الدولة موافقة وبتبان. تقول لي طب ازاي؟ اقول لك الحجز اللي ممدوح عباس عامله على البنوك سببه ايه؟ سببه ان هو حجز قبل كده وكان عندي 240 مليون جنيه. لما رجعنا انا جات لي مخالفه عايز اقرا لكم. ازاي انا بحط الفلوس في النادي ما بحطهاش في البنك؟ ده في التقرير اللي جاي. اهم الملاحظات التي شابت اعمال مجلس الاداره. فقلت لسيد وزير الشباب المحترم من فضلك سيبني احط الفلوس، مش وقت يا استاذ محمد، مش هقول تاني، سيبني احط الفلوس في النادي. بند 10 عدم قيام النادي بتوريد جميع المتحصلات نقديه وشيكات الى البنوك الموضع فيها ارصده حسابات النادي. يا فندم هيحجز عليها؟ قال لك خلاص هو نسي الموضوع ده. مع الوزير هيحجز عليها، هو نسي الموضوع. فاضطرينا نحط الفلوس في البنك. حجز على 100 مليون، انا عايزهم. مش انت عايز صفقات؟ مش انت عايز بطولات؟ والبطولات بتيجي بايه؟ بالصفقات. الصفقات بتيجي بايه؟ بالفلوس. دول 100 مليون جنيه اتحطوا ليه في البنك؟ عدم قيام النادي بتوريد جميع متحصلات نقديه وشيكات الى البنوك
المودع فيها أرصدة وحسابات النادي. الكلام ده امتى؟ قبل ما يجمدونا يوم 18/10/2020 اتحطت الفلوس في البنك ممدوح تذكرة. يبقى الصفحة اللي بتقل أدبها اللي أدبك عليه هو مش علي أنا، لأن أنا كنت محافظ على فلوس النادي هنا ومتحمل مسؤولية هنا. فاللي قاعد وديها البنك هو اللي يرجعها. فاللي عايز يتطور عايزين لعيبة تمام. أنا نفسي أجيب لك أحسن ما أنا جبت لك قبل كده من شرقي وساسي وسيسي كل دول. بالنسبة لأمير مرتضى بقاله شهرين اللي بيتشتم ما بيجيش النادي عشان ولادي ما حدش مش شتمني ليه؟ ده أنا في البرلمان دورة كاملة ومحامي نار. أنت بتشتمه ليه؟ هو شغال عند أمك؟ أمين ضابط شرطة مقدم شرطة. عيالي عايزين يمشوا بس برضه مش هيمشوا بقلة الأدب. قلة الأدب مش هتجيب معانا نتيجة، وده مش جمهور. مفيش جمهور اللي أدب يشتم. العيال مأمورة اللي خافت تيجي اللي قالوا الست اوعوا تروحوا وأعمل لكم كمين هيضربكم هناك.